وعده إلى جنته فضلا وكرما بالثلاث للإجاب أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب. أحمده تعالى وأشكر على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله شهادة عبد منيب خاشع أواه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في السر والإعلان وجددوا الإيمان بدوام الإحسان، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات، وعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فمن شذ به إلى النار. وأخرج البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ابن آدم، تتغافل بدنيا والأيام تنعاك، والقبر غايتك واللحد مثواك، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما في محكم تنزيل المستحيل في حقه تبديل وتزوير. وطوبى لعبد بصر بعيوبه وتدارك قبل الفوات، وتزول لمعادي وارضى ربه قبل حلول الممات. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وحضنا على طلب درجة رفيعة له والفضيلة، أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، وقال تشريفا للنبي وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية: من صلى عليه 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى عليه 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. وعليكم بالإكثار من الصلاة عليه شكرا، تجد ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين، وعن الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا رحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين، واكتب بالسلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة مغفورين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود